هل جوثام نايتس ظلمها الناس ولا هي فعلا لعبة مخيبة للآمال؟ تخيل تصحى في يوم وتعرف إن باتمان مات وجوثام بقت من غير بروس. دي هي بداية لعبة جوثام نايتس، لكن بدل ما تلعب بباتمان هتتحكم في 4 شخصيات: نايت وينج وريد هود وروبن وبات جيرل. كل واحد فيهم ليه أسلوب لعب مختلف تماما. ولما تيجي تسمع اسم باتمان أول حاجة بتيجي في دماغك غالبا هي سلسلة باتمان أركهام. ألعاب غيرت مفهوم ألعاب الأبطال الخارقين وقدمت قتال ممتاز وقصة قوية وجوسم مليانة تفاصيل. عشان كده أول ما اتعلن عن لعبة جوسم نايس ناس كتير افتكرت إننا أخيرا هنشوف الجيل الجديد من ألعاب باتمان. لكن أول ما اللعبة نزلت حصلت صدمة، التقييمات كانت متوسطة والانتقادات كانت في كل مكان. الناس قالت إنها مملة والناس قالت إنها أسوأ لعبة في عالم باتمان وناس شافت إنها اتظلمت بسبب المقارنات. السؤال هنا، هل جوسم نايتس فعلا لعبة سيئة ولا الناس كانت متوقعة منها حاجة هي أصلا ما كانتش بتحاول تقدمها؟ في الفيديو ده هنتكلم عن اللعبة من أول إعلانها مرورا بالتطوير والقصة والجيم بلاي والجرافيكس والمشاكل، وهل فعلا تستحق التجربة في الوقت الحالي ولا لأ. بعد النجاح الضخم لسلسلة أركهام كان طبيعي أي لعبة جديدة في عالم باتمان تكون تحت ضغط رهيب. الاستوديو المطور هو نفس الفريق اللي قدم قبل كده باتمان أركهام أوريجينز، لكن من أول يوم أكد المطورين إن جوثام نايتس مش جزء من سلسلة أركهام وإنها موجودة في عالم مختلف تماما، لأن الشكل العام والشخصيات وحتى مدينة جوثام كلها كانت شبه أركهام. فناس كتير دخلت اللعبة وهي مستنية أرقام الجديدة، رغم إن المطورين قالوا العكس. لكن أول عرض نزل الناس انبهرت، باتمان مات و4 شخصيات هيكملوا المهمة بعده. الفكرة كانت مختلفة وجريئة، بدل ما اللعبة تعتمد على شخصية واحدة كل شخصية يكون لها أسلوب لعب وقدرات وشجرة مهارات خاصة بيها. وده خلق حماس كبير جدا، لكن في ناس في نفس الوقت بدأت تقلق لأن اللعبة بقت أقرب لألعاب ال RPG من الألعاب الأكشن التقليدية. اللعبة بتبدأ بخبر صادم: باتمان بيموت بعد مواجهة ضخمة، وقبل وفاته بيسيب رسالة لأقرب الناس ليه: ريد هود، نايت وينج، بات جيرل، وروبن. الأربعة بيلاقوا نفسهم لأول مرة من غير الشخص اللي كان بيقودهم. كل واحد فيهم عنده طريقة مختلفة في التفكير وكل واحد بيحاول يثبت إنه يقدر يحمي جزء. لكن المشكلة إن المدينة دخلت في حالة فوضى، العصابات بدأت تنتشر والأعداء القديمة رجعوا، وفي نفس الوقت بيظهر تهديد أكبر بكتير يغير كل حاجة. ومن غير ما نحرق الأحداث، القصة فيها أسرار ومفاجآت هتعجب أي حد بيحب عالم دي سي. يعني الشخصيات الرئيسية: نايت وينج الشخصية الأكثر توازنا، يعني لحد ما سريع جدا بيعتمد على الحركات المستمرة ومناسب جدا لأي حد بيحب السرعة والكومبات. ريد هود بعد الأحداث اللي مر بيها أسلوبه بقى عنيف، بيعتمد على الأسلحة النارية والضربات التقيلة. بات جيل واحدة من أفضل الشخصيات للمبتدئين، قدراتها الدفاعية ممتازة وتقدر تخترق الأنظمة الإلكترونية بسهولة، ولو بتحب اللعب المتوازن فهي اختيار ممتاز. روبن أصغر عضو في الفريق لكن أذكى واحد، بيعتمد على التخفي أكتر من المواجهة المباشرة. ولو بتحب تدخل مهمة من غير ما حد يحس بيك، روبن هيعجبك جدا. نيجي بقى نتكلم عن مدينة جوثام، من أكتر الحاجات اللي اتصرف عليها مجهود كبير. المدينة الضخمة، كل حي ليه تصميم مختلف، الإضاءة الليلية ممتازة، المطر بيعكس الأنوار بشكل جميل، والمباني مليانة تفاصيل. لو كان رغم كل ده ناس كتير حسوا إن المدينة فاضية، العربيات قليلة، الناس اللي بتعدي قليلة. في أوقات بتحس إن المدينة أقل حياة من المتوقع، تحسها فاضية. وده كان من أكتر الانتقادات المنتشرة وقت الإطلاق. أسلوب اللعب: كل ليلة بتنزل فيها المدينة، بتمنع جرائم، بتحقق في قضايا وبترجع على القاعدة. الفكرة حلوة جدا، لكن بعد ساعات طويلة هتلاحظ إن المهام كلها بتتكرر نفسها: سرقة، إنقاذ رهائن. وده سبب إن بعض اللاعبين حسوا بالملل بعد فترة. لكن في المقابل اللعبة بتحاول تكافئك بتطوير الشخصية وفتح مهارات جديدة باستمرار، وده بيخلي التجربة أحسن مع الوقت. تيجي بقى نظام القتال، هل هو ممتع ولا رجعوا خطوة لورا؟ أول حاجة، أي لعبة هيقارنها تلقائيا بسلسلة أركهام، لأن سلسلة أركهام قدمت واحدة من أفضل أنظمة القتال في تاريخ الألعاب. الضربات كانت سلسة والانتقال بين الأعداء كان سريع وكل ضغطة زرار كانت تحسسك إنك فعلا باتمان. لكن جوثام نايتس اختارت طريق مختلف. بدل نظام الفري فلو الشهير، اللعبة اعتمدت على أسلوب أقرب لألعاب ال RPG. كل عدو ليه مستوى ليفل وليه شريط صحة كبير، وده معناه إنك أحيانا هتضرب العدو عدد كبير من الضربات قبل ما يقع. وده كان أول سبب خلى ناس كتير تقول إن القتال بقى أبطأ وأقل متعة. لكن هل ده معناه إنه سيء؟ مش بالضرورة والله. يعني لما تبدأ تفتح مهارات جديدة وتتعلم توقيت الضربات وتستخدم القدرات الخاصة لكل شخصية، القتال بيبدأ يبقى أمتع بكتير. كل شخصية برضه ليها إحساس مختلف، يعني نايت وينج بيعتمد على السرعة والتنقل، ريد هود بيعتمد على القوة، بات جيل متوازنة في كل حاجة تقريبا، وروبن مبيعملش حاجة غير الله تقريبا بيتخفي، بس الصراحة هو بيضرب عادي يعني. وده بيخلي تغيير الشخصية يغير طريقة لعبك بالكامل. رغم إن اللعبة فيها استياد لكنه مش بنفس العمق اللي شفناه في أركهام. تقدر تعلق الأعداء وتستخدم البيئة وتبعدهم عن بعض، لكن الذكاء الاصطناعي مش دايما بيكون بالمستوى المطلوب. أوقات هتلاقي الأعداء بيتصرفوا بشكل غريب وده بيقلل من متعة التخفي شوية. تطوير الشخصيات، واحدة من أكبر الاختلافات بين جوثام نايتس وأركهام، اللعبة فيها نظام مستويات كامل. كل ما تلعب أكتر مستواك يعلى،
كل ما تعلى تفتح مهارات جديدة، وكمان هتجمع موارد تصنع بيها أسلحة. النظام ده هيعجب الناس اللي بتحب الألعاب ال RPG، لكن في المقابل ناس كتير كانت شايفاها إنها مش مناسب للعبة باتمان. وكل شخصية عندها عشرات من البدل المختلفة، وفي تصميمات مستوحاة من الكوميكس، وتقدر تغير الألوان والخامات، لكن للأسف مش كل البدل تقدر تعدلها بحرية، وده كان مضايق ناس كتير كانت مستنية حرية أكبر في جوثام نايتس. نيجي بقى للبوس أو الزعماء. اللعبة فيها مجموعة من أشهر أعداء عالم باتمان، كل واحد ليه قصة خاصة ومهمات منفصلة. المواجهات نفسها ممتعة في أغلب الأحيان يعني، لكن بعضها بيعتمد على زيادة شريط الصحة أكتر من تقديم أفكار جديدة، وده كان انتقاد مكرر. اللعب الجماعي من أكتر الحاجات اللي أنقذت اللعبة، اللعب مع صاحبك بيغير التجربة بالكامل. تقسيم الأدوار بين الشخصيات بيخلي المهمات ممتعة، والقتال بيبقى أسرع، وكمان استكشاف المدينة مع حد تاني بيضيف جو مختلف تماما. لو هتلعب جزء من نايتس في اللعب التعاوني يعتبر من أفضل مميزاتها. الجرافيكس بصراحة اللعبة شكلها جميل جدا، الإضاءة ممتازة، الانعكاسات قوية، تصميم المدينة رائع، وتفاصيل الشخصيات واضحة، لكن في نفس الوقت في تعبيرات وش تحسها صلبة كده، مش بتحس بالشخصية في بعض المشاهد، وكمان بعض الخامات مش بنفس جودة الألعاب المنافسة. يعني الجرافيكس كويس جدا يعني من الآخر، بس مش ثوري. الموسيقى والأصوات، الموسيقى بتناسب أجواء جسم المظلمة، المؤثرات الصوتية قوية، وأداء الممثلين جيد جدا خصوصا في المشاهد الدرامية، وده ساعد القصة إنها تكون ممتعة. وقت نزول اللعب عدد كبير من اللاعبين اشتكى من هبوط الفريمات وتقطيع مستمر واستهلاك عالي جدا لموارد الجهاز، حتى الأجهزة القوية كانت بتعاني أحيانا، وده أثر بشكل كبير على تقييمات اللعبة. ومع مرور الوقت نزلت تحديثات حسنت الأداء، لكن الانطباع الأول كان خلاص اتكون عند ناس كتير. هل اللعبة اتحسنت؟ الإجابة المختصرة نعم. التحديثات حسنت الاستقرار وصلحت عدد كبير من الأخطاء، لكن ما قدرتش تغير أساس من تصميم اللعبة. يعني لو كنت مش معجب بفكرة ال RPG من البداية، فالتحديثات مش هتغير رأيك، لكن لو كانت مشكلتك الأداء فالوضع بقى أفضل من أي وقت الإطلاق يعني. نيجي بقى للمقارنة اللي قتلت اللعبة. أكبر مشكلة واجهت جوثام نايتس هي إنها دخلت معركة ما كانتش تقدر تكسبها. أول ما أي لاعب شاف جوثام والبدل وشخصياته افتكر على طول سلسلة باتمان أركام، وده كان طبيعي لأن لعبة أركام حطت معايير صعبة جدا لأي لعبة ممكن تتخطاها في ألعاب الأبطال الخارقين. لكن الحقيقة إن جوثام نايتس من البداية كانت بتحاول تقدم تجربة مختلفة. بدل ما تركز على بطل واحد، قدمت 4 شخصيات وكل واحد شجرة مهمات، مهارات، وأسلوب لعب خاص. وبدأ نظام الأكشن السريع يعتمد على ال RPG زي المستويات وتطوير المعدات، لكن المشكلة إن معظم اللاعبين ما كانوش عايزين ده، كانوا عايزين أرقام جديدة، ولما ملوش اللي مستنيينه وبدأ الهجوم على اللعب. هل الانتقادات كانت عادلة؟ بصوا، شوية منها كان عادل، والأداء وقت الإطلاق كان فعلا ضعيف، والذكاء الاصطناعي كان أقل من المتوقع، والمهمات الجانبية كانت بتتكرر، ونظام المستويات ما كانش مناسب لكل الناس. لكن في نفس الوقت في انتقادات كانت بسبب المقارنة فقط. يعني لو شلت اسم باتمان من دماغك هتلاقي إن اللعبة فيها قصة كويسة وشخصيات محبوبة وقتال ممتع وتطوير ولعبة تعاوني ممتاز. لكن هل اللعبة فشلت؟ من الناحية النقدية يعني اللعبة حصلت على تقييمات متوسطة، أما من ناحية اللاعبين فالآراء انقسمت بشكل كبير. في ناس شافتها مملة، وفي ناس قالت إنها ممتعة جدا لو لعبتها مثلا مع صاحبك في الدور التعاوني، وده بيخلي جوثام نايتس من الألعاب اللي صعبة تحكم عليها من مراجعة واحدة أو فيديو واحد. لازم تجربها بنفسك. مميزات اللعبة قصة حلوة، وتكمل عالم جوثام بطريقة مختلفة، 4 شخصيات وكل واحد ليه أسلوب لعب مختلف، مدينة كبيرة مليانة تفاصيل، اللعبة التعاوني من أفضل عناصر اللعبة، تصميمات بدل جميلة ومستوحاة من الكوميكس، وأجواء كويسة تناسب عالم باتمان. وعيوب اللعبة الأداء وقت الإطلاق أثر على سمعتها، وتكرار بعض المهمات، مش وناس كتير ما عجبهاش ال RPG. الذكاء الاصطناعي كان ممكن يكون أفضل، والتنقل في المدينة أحيانا بيكون ممل يعني بنفس الطريقة يعتبر، وكان في غير صالحها المقارنة مع أرقام. هل تستحق اللعب في 2026؟ لو أنت داخل اللعبة وأنت مستني أرقام جديدة الإجابة غالبا لأ، لكن لو داخل كلعبة مستقلة وبتحب شخصيات دي سي هتستمتع بيها أكتر بكتير من الناس بتقول، خصوصا بعد التحديثات اللي حسنت الأداء مقارنة بيوم الإطلاق. تقييمي أنا الصراحة يعني من وجهة نظري للعبة 7/10، متاخدش أكتر من كده الصراحة. وفي النهاية جوثام نايتس مش اللعبة الخارقة اللي كان كل العالم بيحلم بيها، لكنها كمان مش الكارثة اللي اتوصفت بيها وقت ما نزلت. هي لعبة عندها أفكار كويسة ونقط ضعف واضحة، لكن سوء التوقعات والمقارنة المستمرة مع أرقام خلى ناس كتير تحكم عليها قبل ما تديها فرصة حقيقية. يعني انت لو بتلعب وشلت من دماغك المقارنة بتاعت أرقام هتستمتع بيها جدا. يمكن لو كانت نزلت باسم مختلف أو في عالم مختلف كانت هتاخد تقييمات أحسن بكتير، لكن ده حصل واللعبة فضلت ما بين إنها تكون لعبة حلوة وبين إنها تكون جاية بعد واحدة من أعظم السلاسل بتاعت ألعاب الأبطال الخارقين في التاريخ. دلوقتي الدور عليك، هل أنت شايف إن جوثام نايت اتظلمت فعلا ولا تستحق كل الانتقادات اللي خدتها؟ رد عليها تحت في الكومنتات. وبس كده، لو الفيديو عجبك متنساش اللايك والاشتراك. بس كده، اشوفكوا في فيديو جديد.